أهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة تعلم أساسيات تصميم شبكات ري اللاندسكيب. هنتكلم اليوم عن حساب التوتال فلو للرشاشات بعد عملية توزيع الرشاشات داخل المسطح الأخضر، وكذلك هنعرف ازاي نحدد عدد المحابس، فلو مهتم تابع للنهاية. خلال الفيديو السابق كنا اتكلمنا على عملية توزيع الرشاشات، وكان هدفنا خلال توزيع الرشاشات لهذا المسطح الموجود قدامكم حاليا هو الوصول الى نسبة تداخل 100%. وقلنا ان ممكن نسبة التداخل 100% ما نقدرش نوصل ليها بسبب وجود بعض التعقيدات في توزيع وتصميم المسطح الأخضر، ولكن الهدف الوصول لنسبة 100%. ولكن لو وصلت إلى 95% من نسب التداخل ده كان أنسب توزيع رشاش ممكن نوصل ليه خلال هذه القطعة. النهاردة هنتكلم على عملية حساب مجموع التصرفات الخارجة من الرشاشات اللي بنسميه توتال فلو، والهدف من الحساب هو تحديد عدد المحابس اللي هنحتاجها لشبكة الري داخل هذا المسطح. طيب، عشان احسب التوتال فلو لازم يبقى عندي قائمة بالفواني اللي انا استخدمتها من الرشاشات. انا عندي مثلا هنا في القطعة مستخدم رشاش فونيا 6، ومستخدم فونيا 8 و10 و12 و15 و17. طيب، هل الفواني دي كلها مفتوحة بنفس الزوايا؟ لا، انا عندي مثلا هنا فونيا 6 مفتوحة 270 درجة، هنا فونيا 6 مفتوحة في حدود 150 او 130 درجة، هنا عندي فونيا 8 مفتوحة ربع دايرة، فونيا 8 هنا مفتوحة في حدود 210 او 220 درجة. نفس الكلام في الفواني الاخرى زي فونيا 15 مفتوحة 180 درجة، فونيا 17 مفتوحة 160 درجة. كل الفواني لازم احدد الزوايا بتاعتها، لان كل ما بتقل زاوية الرش كل ما بيقل معدل التصرف. طيب، الرشاشات دي لازم ابص على الكتالوج ونرجع للحلقة او الفيديو بتاع قراءة الكتالوج. هنبتدي نعرف ازاي بالظبط بطلع الكميات المية اللي خارجة من الرشاش عند كل زاوية. طيب، اهم حاجة في حساب التوتال فلو ابقى منظم عشان اقدر احسب كل التصرفات اللي مطلوبة مني. تعالوا نبص هنا على الجدول الموجود على اليمين. الجدول ده متقسم رقم الفونيا، هنقول فونيا 6 زاوية الرش من اول 90 درجة لغاية 360 درجة. بحدد عدد الرشاشات وبحدد تصرف الرشاش الواحد من الكتالوج اللي موجود معايا اللي خدت منه فونية الرشاش، وبناء عليه بحسب اجمالي التصرفات من حاصل ضرب تصرف الرشاش في عدد الرشاشات اللي هي ليها فونيا 6 مع زاوية رش 90 درجة، ثم بحسب عند 180، ثم بحسب عند 270، ثم 360. طبعا الكلام ده بيتم مع فونيا 6 وفونيا 8 وفونيا 10 و12 و15 و17. بدام استخدمت كل الفواني دي يبقى لازم كل فونيا يبقى ليها الجدول بتاعها الخاص بيها، وبعد كده هجمع اجمالي التصرفات دي في الاخر واقول التصرف الكلي او التوتال فلو بيساوي كذا. تعالوا نشتغل كده مع فونيا ونبدأ بفونيا 6. فونيا 6 انا مستخدمها في مكانين فقط. المكان الاول هو هنا ومفتوحة بزاوية 270 درجة. طب هل في ربع دايرة؟ لا، مفيش ربع دايرة. هل في 180؟ لا، مفيش 180. لكن عندي هنا الزاوية اللي موجودة عندي تقريبا فتحة في حدود 160 او 150 درجة. طيب، علشان نبتدي نشتغل على الفونيا دي ممكن ننسبها الى فونيا 180 بزاوية 180، وممكن ننسبها الى زاوية 90. في الاخر مجموع التصرف بتاعي في
في المجمل مش هيفرق معايا قوي لو كان لفونيا واحدة. فخلينا نفترض ان دي مفتوحة 180، فهنيجي هنا نقول ان عندي رشاش واحد 180. طيب واحد جه قال لي نحطها 90، حطها 90 مفيش مشكلة، وده تسهيلا للحسابات. طيب عندي هنا الفونيا 6 دي فاتحة 270 درجة، عندي في كام فونيا فاتحة 270 درجة وتحمل رقم 6؟ هي واحدة بس. يبقى هنا هاجي اقول كمان ايه؟ واحد 270. يبقى مجموع التصرفات اللي طالعة عندي خلال فونيا 6 هي 13 من 100 و24 من 100. وطبعا قلنا الارقام دي هتلاقوها في الكتالوج لو راجعتوا الكتالوج. طيب ندخل بعد كده على الفونيا اللي بعدها وهي فونيا 8. خلينا نشتغل اول حاجة على الربع دايرة. في كام فونيا 8 شغالة ربع دايرة؟ 1 2 3 4. عندي 4 فواني شغالين ربع دايرة، فهاجي هنا ربع دايرة يعني 90 درجة، هاجي اقول هنا 4. طيب عندي فونيا كمان، الفونيا كمان دي موجودة هنا فاتحة اكتر من 180، يعني هي فاتحة في حدود ال 210. انا عندي هنا دي كانت فاتحة اقل من 180 وقلت 180، فهنا ممكن برضو اقول دي اكتر من 180 بس قريبة ل 180 فاحسبها انها 180. فيبقى انا زودت كميات مية في حساباتي في مكان وقللتها في مكان، فبعمل عملية توازن للحسابات، وفي الاخر كميات المية اللي طالعة هتبقى تقريبا واحدة. طيب انا كده عندي كام فونيا 8؟ ادي 1 2 3 4 5. فعلا انا دخلت معايا 5 رشاشات في الجدول. طيب ننقل بعد كده لفونيا 10. طيب انا عندي كام رشاش فونيا 10؟ هو رشاش وحيد، يبقى هاجي هنا هو فاتح 180 درجة نص دايرة، يبقى هاجي اقول هنا رقم 1. خلاص، وادي اجمالي التصرف بيتحسب التصرف بيتحسب اوتوماتيك. طيب بعد كده هاجي الفونيا 12. تعالوا نمشي برضو بالترتيب، خليك منظم وانت شغال. خلينا نبدأ من هنا ونتحرك في الاتجاه ده. عندي فونيا 2 3 4، يبقى 4 فواني، يبقى لازم الاحظ في الاخر ان هنا المجموع لازم يبقى كام؟ يبقى 4. طيب دي فاتحة ربع دايرة، في عندي حاجة تاني فاتحة ربع دايرة؟ لا، الإجابة لا. يبقى هاجي أقول هنا 1 ربع دايرة. طيب عندي بعد كده الفونيا دي فاتحة ربع دايرة ولا نص دايرة؟ لو فاكرين التصميم ارجعوا للفيديو اللي فات، دي قلنا هتفتح ربع دايرة فقط، يبقى دي مش هحسبها 180 أبدا، لا هحسبها ربع دايرة. يبقى كده عندي 2 ربع دايرة مش واحدة. طيب فاضل لي هنا رشاش وهنا رشاش، الاتنين دول تقريبا فاتحين 180 درجة، ده متأكدين انه 180 درجة. ده هيفتح لورا هنا كده وهنا لورا اكبر من 180 بحاجة بسيطة، ممكن نقول ان هو 180 درجة. يبقى عندي رشاشين فاتحين 180 درجة، يبقى كده المجموع 4. بالمناسبة ممكن اننا نجمع مثلا نقول ان ده ربع دايرة وده ربع دايرة، يبقى هنعتبر ان ده رشاش واحد نص دايرة ونضربه في التصرف بتاع النص دايرة كأنه رشاش واحد ونجمع، لانها نسبة وتناسب. كمية المية اللي بتخرج من الدايرة كاملة نصها بس هيخرج لو هي نص دايرة، وربعها بس هيخرج لو هو ربع دايرة. فلو عايز تعرف تصرف الدايرة الكاملة وتضرب في نسبة من اللي بتمثلها الزاوية، فانت برضو هتطلع تصرفات صحيحة بنسبة 100% مع الرشاش السبراي. وركز على كلمة الرشاش السبراي، لان مع انواع تانية من الرشاشات الكلام ده غير صحيح بالمرة. طيب كده خلصنا فونيا 12، ندخل على فونيا 15. طيب هنتحرك فونيا 15 لازم نكون منظمين في اتجاه الحركة. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 رشاشات. طيب خلينا نجيب اللي في النص دي. عندي رشاش وحيد بس هو اللي فاتح دايرة كاملة، يبقى هاجي هنا هقول 360 درجة في رشاش وحيد. طيب هنا ده فاتح 180. تعالوا نشوف كده كل اللي فاتح 180 ده 180. في حاجة تاني من دول فاتحة 180 درجة؟ الإجابة لا. يبقى أنا عندي رشاش وحيد
180 درجة. طيب تعالوا نبص على التسعينات، ده هيفتح 90 درجة في الاتجاه ده والاتجاه ده، وده برضو 90 درجة، وده برضو تقريبا 90 درجة او اعلى من 90 بشوية، بس ممكن نجبره ونخليه 90 درجة. ده نفس الكلام، ده نفس الكلام، ده نفس الكلام. يبقى عندي 1 2 3 4 5 6 رشاشات فاتحين 90 درجة. طيب في رشاشات فاتحة 270 درجة؟ الإجابة لا. يبقى أنا عندي مجموع الرشاشات اللي فونيا 15 هما بالظبط 8 رشاشات زي ما حسبناهم في الأول، وجمعنا هنا أوتوماتيك ابتدت تطلع الحسابات. لو قلت 6 في 21% هتطلع 1.26% وهكذا. طيب فاضل لي آخر فونيا 17 واحنا مستخدمينها مرتين فقط، ادي مرة وادي مرة. هنا ربع دايرة، يبقى عندي رشاش ربع دايرة واحد. طيب بعد كده عندي رشاش هنا 180 درجة تقريبا او 170، نقدر نقول ان هو رشاش 180، يبقى عندي كمان واحد 180. طب هو كده تعالوا نعد مجموع الرشاشات هنا عشان نتأكد ان الحسابات بتاعتنا دي مظبوطة، ونعد مجموع الرشاشات في الجداول. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 رشاش. طب تعالوا نبص هنا، ادي هنا في 2 وهنا في 5، يبقى 7 8 و4 12 و8 يبقى 20 و2 يبقى 22 رشاش. يبقى كده الحسابات بتاعتي كلها مظبوطة. طيب التوتال فلو طلع بكام؟ التوتال فلو طلع ب5.58% متر مكعب ساعة. 5.58% متر مكعب ساعة. ده معناها ان انا هحتاج مواسير 50 ملي، وهحتاج بعد كده هتفرع منها 32 ملي. وفي الفيديو القادم هنتكلم على اقطار المواسير واقطار المحابس ان شاء الله. طيب التوتال فلو ده جه منين؟ شوفوا الارقام اللي عندي في الاجمالي دي كلها لو جمعناها هيديني التوتال فلو بتاعي. طيب يبقى موضوع حسابات التوتال فلو هي عايزة نظام، تبقى منظم، تعمل الجدول بتاعك، تبتدي ترصد كل فونيا لوحدها، وبعد ما ترصد كل فونيا لوحدها تبتدي تحدد الاعداد من الرسم عندك وتحسب اجمالي التصرفات لكل فونيا، وتجمع في الاخر بقى عندك التوتال فلو. طيب انا لسه عايز اعرف عدد المحابس اللي هستخدمها. يبقى اول حاجة بعملها ان انا بشوف المصدر بتاعي كام متر مكعب ساعة، ولنفترض ان انا عندي المصدر بتاعي هو عبارة عن 3 متر مكعب ساعة. يبقى على طول عدد المحابس اللي انا عايز استخدمه هو حاصل قسمة التصرف الكلي على تصرف المصدر 5.58% على 3. يبقى عدد المحابس اللي عندي هو تقريبا 2 محبس. يبقى عملية الرش اللي انا هحتاجها خلال شبكة الرش، هتشتغل الشبكة ب2 محبس رش. كل محبس هياخد مجموعة من الرشاشات، مجموع التصرف بتاعهم لا يمكن انه يزيد عن 3 متر مكعب ساعة. وبكده نبقى حسبنا التصرف الكلي او التوتال فلو، ويبقى حسبنا كمان تصرف المصدر. وده طبعا من ضمن المعلومات اللي بناخدها اثناء عملية المعاينة. ونرجع للفيديو الاول بتاع ازاي اجمع المعلومات اللي هحتاجها اثناء التصميم، وحسبنا عدد المحابس من قسمة التصرف الكلي على تصرف المصدر وطلع 2 محبس. وبكده نكون خلصنا فيديو اليوم، واتمنى انه يكون حقق الاستفادة المطلوبة، وبالتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.